ليه ما بنديش مريض السي او بي دي اكسجين بشكل كبير او كتير؟ لو جالك مريض عنده سي او بي دي بيكون عنده نقص في الاكسجين، فلازم نديله اكسجين. وكلنا عارفين ان احنا لازم نخلي بالنا ان احنا ما نديش اكسجين كتير في مريض السي او بي دي. يعني على قد ما نقدر ما نرفعش الاكسجين ساتوريشن عن 92. الساتوريشن بيكون من 88 ل 92. طب لو زودنا الاكسجين عن كده بيزيد ثاني اكسيد الكربون في الجسم ويدخل في مشاكل كتير تانية. المشاكل ديت بسبب زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون بتبقى مشاكل زي تأثير على المخ والأعصاب، بتبقى مشاكل في المخ والأعصاب، وممكن المريض يخش في غيبوبة وممكن تؤدي إلى الوفاة. وده كله بيحصل بسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون. طيب كلنا عندنا المعلومة ديت إن مريض السي او بي دي لازم نخلي بالنا وما نديش أكسجين بشكل كبير. طيب إيه السبب؟ يعني إيه اللي بيخلي إما إحنا نزود الأكسجين بيزود معاه ثاني أكسيد الكربون؟ في معلومة مهمة جدا لازم كلنا نعرفها، إن مريض السي او بي دي ده مريض مزمن وبيكون عنده أجزاء من الرئة مصابة، يعني مش بتشتغل بشكل كويس، يعني قدرتها على تبادل الغازات مش كويسة. ما بيقدر الأجزاء المصابة ديت ما بتقدرش ما بيبقاش عندها القدرة على تبادل الغازات. والرئة كرد فعل طبيعي جدا بيحصل للأجزاء ديت حاجة اسمها هايبوكسيك فازو كونستراكشن، يعني بيحصل انقباض الأوعية الدموية اللي بتغذي هذه الأجزاء المصابة. يعني الدم اللي رايح للأجزاء المصابة دي بيبقى قليل، والدم اللي بيروح للأجزاء السليمة بيبقى كبير، بيوصل بشكل أكبر. ده الطبيعي اللي بيحصل في مريض السي او بي دي. طيب لو حضرتك جيت زودت له الأكسجين، لما حضرتك بتزود له الأكسجين بيحصل العكس بقى، الانقباض بتاع الأوعية الدموية ده بيروح خلاص، ما بيبقاش فيه انقباض، فبالتالي الدم بيوصل للأجزاء المصابة اللي احنا اتكلمنا عنها ديت بشكل أكبر، يعني بيوصل بشكل أكبر، وده بيأثر على الدم اللي واصل للأجزاء السليمة. وأصلا الأجزاء المصابة ديت زي ما احنا اتكلمنا وعرفنا إن هي مصابة لا تعمل بشكل جيد، يعني ملهاش القدرة على تبادل الغازات اللي المفروض بيحصل، فده مش هيحصل ومش هيعمل كويس ومش هيحصل تبادل للغازات. طيب المفروض اصلا ان الاجزاء السليمه بتوصلها بشكل كويس، لما احنا بنقلل الاكسجين فبيوصل لها الدم بصوره كويسه، فبيحصل تبادل لايه؟ للغازات. فهنا ما بيحصلش لما احنا بنزود الاكسجين، فالدم بيوصل للاجزاء المصابه على حساب الاجزاء السليمه، وهنا ما بيحصلش تبادل للغازات زي ما احنا اتكلمنا، فبيحصل تراكم في نسبه وزيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون، وده بيأثر بالسلب على صحة المريض زي ما احنا اتكلمنا، وبيعمل مشاكل على المخ والأعصاب، وكمان ممكن يؤدي للوفاة. وقبل الوفاة ممكن المريض يخش في كوما وغيبوبة لا قدر الله. عشان كده لازم كلنا نبقى عارفين وعندنا المعلومة ديت. ليه زيادة الأكسجين بتؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجسم، وايه المشاكل اللي بتحصل او بتحصل عن نتيجه زياده ثاني اكسيد الكربون في الجسم. فكلنا لازم نبقى واخدين بالنا في الرعايه او في اي مكان لما يكون عندنا مريض سي او بي دي ما نديلوش اكسجين بشكل كبير، ولازم الاكسجين ساتوريشن بتاعنا نحافظ عليه من 88 ل 92%، مش اكتر من كده.